كنظن انت اللي كتفرج فيا عندك حلم باغي توصل ليه، ولكن كتشوف راسك مازال معطل، وكل عام كيدوز كتبقى انت هو انت. علاش زعما هادشي كيوقع؟ شنو الاسباب ديالو وشنو الحل؟ مستر بن، حنا كاملين عايشين على قبل شي حاجه، كاملين باغيين نوصلوا، ولكن عمرك سولتي واش كدير شي حاجه مفيده في نهارك؟ علاش باقي في بلاصتك حيت انت باغي تبقى بلا ما تحس؟ عارف ما غاديش تفهم هادي، ولكن العقل ديالك الباطني ولف الحياه ديالك العاديه، نفس الروتين كيتعاود، ولف الكومفورت زون، ولف يبقى يعاود نفس الحوايج يوميا، نفس الحوايج كيتعاودوا، ما بقاش باغي ياخذ حوايج جداد. والسبب الوحيد اللي مخليك كتبقى في نفس البلاصه ديالك، ما كديفلوباش، ما كتزادش، كتبقى انت نفس الانسان اللي كيدوز عليه العام وكيبقى هو. السبب الوحيد هو النفس ديالك. نتايا كشخص انت كتكون مضاربه غير مع النفس ديالك اللي كيقدر يتحكم فيك، كيقول لك صافي غير بقى مريح، ما عندك ما دير، ما عندك ما دير بدا صداع الراس، صافي حتى الغدا، صافي حتى بعد غدا. هذا هو السبب الوحيد اللي تقريبا 80% 85% اللي كيخليهم يبقاو دائما مشتين معكازين، ما باغيين يديروا والو، نفس العام كيدور، نفس الحوايج كيعاودهم، ما كيدير حتى شي حاجه مفيده، ما كيتعلم، ما كيديفلوبي راسو، ما كيديفلوبي الحياه ديالو، ما كيخرج، ما كيتعرف على ناس، ما كيدير حتى شي حاجه. وهادو من بين الاسباب اللي كيلعبوا دور مهم في حياتك، وهادو من بين الاسباب اللي كيعطيوك واحد التاثير في حياتك. راه الا بقيتي كتعاود نفس الحاجه بلا افاده، ولا بقيتي كتعيش نفس الحياه بلا افاده، ما كتزيد حتى شي حاجه، راه غتبقى انت وانت سي نورمال. ولا بديتي شي حاجه، نعطيو اكزومبل، مثلا انت سيدي بديتي خدام مثلا في الانترنت، بديتي في واحد الدومين، نهار الاول نهار الثاني دوزتي النهار العاشر، ولكن مني ما غاديش تبقى تشوف نتائج في هذاك النهار، يعني غضرب سيمانه وما غتشوفش نتائج. شنو غدير؟ غادي تبرك وغادي تريح، وغتبقى بشويه بشويه كتبعد على داك الشيء، وتما فيه يكون واحد المشكل كبير في بلاصه ما انك كتصبر شهر شهرين 3 شهور 4 شهور كونتيني بلا ريزولطا بلا حتى شي حاجه، ومن بعد غادي تبقى تشوف نتائج، ولا غتضرب 10 ايام وغادي تبراك وغادي تريح وغتمشي للدار وغتعاود نفس الروتين، التليفون تبقى تسكرولي في السوشيال ميديا، تبقى تدخل هنا تدخل الصفحه الزرقاء وتبقى تعاود نفس الروتين يوميا. هكا كتهلك الدماغ ديالك، هكا الدماغ ديالك ما كيبقى عارف والو، ما كيبقى عارف ما يدير، ما كيبقى عارف شنو يشوف، فين يمشي، شنو غيدير، كيفاش غيخدم. ما يمكنش. هو السبب الوحيد اللي خصك تفيق منه، هو السبب الوحيد اللي خاصك تحل عينيك فيه وتغلب على راسك وتكون انت هو انت وشنو بغيتي تكون انت. يعني ما تخليش العقل ديالك الباطني يتحكم فيك، ما تخليش النفس ديالك تتحكم فيك بالسوء. يعني انت خاصك تفيق، ما خاصكش تبقى دير فيها دور الضحيه، لان دور الضحيه دائما بطبيعه الحال كيبقى في بلاصتو وكيبقى يدير السبه بالحكومه بوالديه وبالظروف. الظروف هي اللي كتخليك تكون راجل، الظروف هي اللي كتخليك تكون انسان عندك فلوس، الظروف هي اللي كتخليك ديفلوبي راسك، الظروف هي اللي كتخليك توصل، الظروف هي اللي كتخليك تتعلم، الظروف هي اللي كتخليك تتعرف على ناس جداد، ناس اللي غادي ديفلوبيوك، ناس اللي غادي يحركوك، اللي غادي يطوروك. ولكن الا بقيتي كتعاود نفس الحياه ديالك الممله، ما غادي دير حتى شي حاجه وغادي تبقى في بلاصتك. دابا شفنا الاسباب، شفنا علاش كيوقع لك هادشي، دابا غادي ندوزو للحل. الحل هو انك غادي تنوض وغادي دير داكشي اللي ما كتبغيش ديرو انت، داكشي اللي كتعكز عليه وما كتبغيش ديرو، كتكرهو وما عندكش معاه. ما فيك اللي تريني كتمشي كتريني، ما فيك اللي تخدم كتمشي كتخدم، ما فيك اللي تشعل بيسي وتتعلم شي حاجه جديده كتشعل بيسي وكتمشي تتعلم هذيك الحاجه الجديده، بغيتي تتعلم واحد الحاجه كديرها رغم انك كتقول راسك كيقول لك لا بلاش غير سير نعس. هذا هو الحل اللي غادي يقدر يعاونك بزاف ويقدر يلخص عليك بزاف ديال الوقت. ثاني حاجه هو انك خصك تتعرف على ناس في الدومين ديالك، ناس غادي تستافد منهم وناس غادي ينفعوك في حياتك وغادي ديفلوبيو لك حياتك وغادي هما يطوروك انت، يعني هما يقدروا يزيدوك لقدام. يعني ما تمشيش اخويا صاحب لي مع دراري اللي ما غادي تستافد منهم والو، الجوانات، العقليه الخايبه، السلبيه، داكشي ما عندك ما دير به. افيدي داكشي، بعد على هذوك، هرب هربه وحده ما يبقاوش يشوفوك. دائما تعلم من ناس واعرين عليك، ناس هربانين عليك، ناس واصلين عليك. حاول تهضر، حاول تبدع، حاول تخرج داكشي اللي عندك لداخل، ما تخليش العقل ديالك هو يتحكم فيك، ما تخليش العقل ديالك دائما يقول لك لا لا لا. الا بقى ديما كيقول لك لا ما ديرش هادي ما ديرش هادي، راه غادي تبقى في بلاصتك. سي نورمال، سي نورمال، العام كيدوز وغتبقى في بلاصتك، باقي 3 شهور غادي تجي 2025 وغادي تقدر تبقى في بلاصتك. ما طبقتيش هاد الهضره اللي كنقول لك، حيت انا كنقول لك هاد الهضره من القلب عن تجربه، دوزت بزاف ديال الحوايج وانا كنبارطاجي معك حاجه بحاجه اللي غادي تقدر تفيدك وغادي تقدر تنفعك في حياتك.